السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين يوميات موني مون، ورجعنا في جولة جديدة. رحلة كده مسائية وجولة بالسيارة في شوارع أبو ظبي، الإمارات الجميلة الهادية. ده ابتدينا بالمشهد الرائع الجميل ده، مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي، من المساجد الجميلة جدا والمحببة إلي، وكان لي حظ إني صليت فيه، فالحمد لله يعني في رمضان وغير رمضان، فكانت فرصة جميلة ليا قوي. دي الشوارع بقى واحنا ماشيين، عايزه اوريكم الهدوء والجمال. تحس انه واحد مجرد انه شايفين في مطاعم مصريه، مطعم طشه ده كان بيبقى في رمضان بيقدم افطار وسحور حلو جدا. هتلاقوا بلبن برضو معديين عليه اهو، فهنلاقي البراندات المطاعم المصريه برضو موجوده، والاكل المصري موجود. بس الواحد مادام مسافر بلد مختلفة لازم يجرب كمان الأكل بتاع أهلها، ويجرب يعني حاجات تانية كتير. يعني مش هيبقى مصري ويرجع يدور على الأكل يعني الأكل المصري بس. في المطاعم الجميلة هو معدين جنبها. هو يعني عايزة أقول لكم الحلو فيها إن في كل الأذواق، الشرقي والغربي المصري، الأكل بتاعهم هم، فحاجات متنوعة كتير. الأسعار متفاوتة طبعا. وهنعدي على التندوري ده الفراخ الهندي اللي معمولة بخلطة معينة كده، كنت منزلاها عندي برضو، هتشوفوها على القناة بلبن اهو واضح قدامكم. بس طبعا ما فيش طوابير اللي بتبقى عندنا في مصر يعني. احنا يعني قلنا نغير في الرحلة بتاعتنا دي، نخرج شوية نتمشى، وطبعا اللي يحب يقعد في مكان هيقعد، واللي أماكن أكل متوفرة. المولات اهي احنا معدين جنبها، ماركس اند سبنسر، مول كبير، محلات كل المستويات في الأسعار المرتفعة في البراندات الكبيرة. مشينا بقى على كورنيش. أنا بحب بقى قوي قوي المنظر، الشجر وقد ايه الهدوء والدنيا، شايفين الجمال. يعني لو الواحد متضايق او زهقان، مجرد جولة بالسيارة بتديله احساس بالتغيير، وبان فيه روح كده، يعني شاف اماكن مختلفة. انا هسيبكم كده تتفرجوا شوية على الجمال ده، ومفيش الازدحام. حتى الباص هادي قوي زي ما انتوا شايفين كده. انا سايباكوا كده تتفرجوا، يعني تاخدوا تستشعروا الجو لما الواحد بيبقى ماشي كده، بيتمشى مجرد تمشية، بيتفرج على معالم البلد والأماكن اللي فيها. هي طبعا طابع مارينا مول، طبعا هنعدي جنبه. شايفين بقى، جينا عند مارينا مول، شايفين الجمال اللي احنا كنا شايفينه واحنا جايين قبل ما نلف كده، فعدينا من جنبه بقى وتشوفوا شكله. يعني هو منظر كمان من بعيد تحفة قوي، فقربنا عشان تشوفوا الجمال.
ظاهر قدامنا كده أبراج الاتحاد، هنقرب منها عشان نعدي من جنبها وتشوفوا حتى الأشجار، و يعني التقليم بتاع الأشجار وشكلها شكل واحد، واخدة شكل واحد. منظر جميل جدا. هنعدي من جنب قصر الإمارات، ده اللي مفتوح للزيارة لجميع الزوار انهم يدخلوا ويتفرجوا عليه. وعلى شمالنا كده أبراج الاتحاد، حاجة يعني جميلة جدا، كمان في النهار بيبقى شكلها حلو قوي قوي. ده قصر الإمارات اللي احنا معديين من جنبه، مفتوح للزوار وجميل قوي قوي قوي. في مرة قادمة ان شاء الله خدكم كده في جولة فيه، كمان منظر فيه تحفة. قد ايه جميل المكان، ومتاح لأي حد ان هو يدخل ويتفرج فيه. ليه كذا بوابة طبعا. وهنعدي لفينا وهنعدي جنب أبراج الاتحاد طبعا وهنشوفها. شايفين الشكل بتاعها قد ايه جميلة، راقية جدا. حبيت يعني كده ان احنا ناخد جولة ونتفرج على الاماكن اللي احنا بنزورها دي. كانت نزهة كده بالليل بالسيارة. ده فندق باب القصر، يعني مطل على قصر الامارات، حاجة كده جميلة قوي قوي. مكانه رائع، وبيستمتع كل النزلاء اللي فيه بالمظاهر الفخامة والرقي اللي هتبقى حواليهم. جولة سريعة حبيت افرجكم كده في الرحلة بتاعتنا على بعض معالم كده شوارع في ابو ظبي مساء. على فكرة ده كان مساء خميس، يعني هو طبعا ويك اند عندهم سبت وحد، بس برضو الدنيا مش هي الزحمة، هادية. يا رب تكونوا استمتعتوا بالجولة دي. دمتم بحفظ الله وأمانه. مع السلامة.